بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي متابعي وزوار قناة تفسير الأحلام أبو عبد الله المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في أتم صحة وفي أسعد حال. أدام الله عليكم الصحة والعافية بإذنه تعالى. أحبابي في الله، موضوعنا النهاردة هو تفسير حلم شراء ساعة يد. تفسير حلم شراء ساعة يد في المنام. يؤكد الكثيرون أن شراء الساعة في المنام يعبر عن الرغبة الحقيقية في النجاح والبدء بتحقيق معدلات ضخمة من الإنجازات والنهوض من جديد. يعني بتبشر الرؤية أن الإنسان صاحب إصرار وعزيمة قوية على أنه يقف على رجليه في عمله، وأنه يكون له مستقبل، أنه يكون على قدر المسؤولية وينجح في عمله. وشراء ساعة اليد بيشير هذه الرؤية تشير إلى أن الرائي يتجه نحو تعلم حرفة أو تعلم مهنة معينة، وخصوصا لو كان الرائي شاب، وهذا الشاب كان في مقتبل العمر. وشراء الحالم ساعة اليد في منامه دليل على دليل على الأحداث الإيجابية التي ستطرأ على حياته. تمام؟ وبسبب هذه التغيرات كل تفاصيل حياته بالكامل من الحياة العادية الخالية من أي إنجاز ستنتقل إلى حياة مميزة ناجحة. يعني بشرى بتغير إيجابي في حياته وانتقال لمرحلة تحمل النجاح وتحمل الاستقرار، وستكون الحياة حياة مميزة يميزها النجاح والجد والاجتهاد في هذا العمل بأمر الله تعالى. ولو اشترى الحالم في منامه الساعة وكانت الساعة دي فضية، هذا الحلم يؤكد إن الرجل الذي يرى هذه الرؤية يؤدي الفروض ويؤدي الصلوات في أوقاتها ويتبع سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الرجل اللي يشوف الرؤية دي يعلم أنه يؤدي فروضه اللي هي الصلوات بتاعته في أوقاتها، وأنه يسير على منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه ملتزم. وتدل الرؤية في منام المرأة عندما ترى الساعة الفضية في منامها، المرأة المتزوجة عندما ترى هذه الرؤية تدل على التربية السليمة والتنشئة القويمة والذرية الصالحة. الرؤية خير للمرأة الصالحة، أيضا بشارة على التربية السليمة والتنشئة القويمة والذرية الصالحة الطيبة بأمر الله تعالى. ولو اشترى الحالم الساعة الذهب، يعني الساعة ذهب اشتراها في المنام لنفسه، هذا الحلم يشير إلى وضع الشخص الرائي لخطة محكمة من خلالها سيصل إلى كافة أهدافه وستغمره السعادة. هتغمره السعادة لكونه إنسان ناجح ومحافظ ولا يميل للطرق المعوجة، رجل ملتزم ومحافظ على استقراره وعلى نجاحه، وبيسعى لتحقيق أهدافه وطموحاته، وإنه غير يميل إلى الطرق المعوجة أو الطرق التي تخالف الشرع. فبهذا ستتغير الحياة معه وتغمره السعادة، لأنه بيسعى بجد ونجاح، والله عز وجل سيوفقه في ذلك. وتفسير شراء ساعة اليد في المنام، هذه الرؤية تبشر إلى البركة، تبشر إلى البركة والخير والرزق والتوفيق في سائر الأعمال ونيل الغاية. نيل الغاية مهما كانت السبل ضيقة. يعني هي رؤية كان الإنسان في ضيق أو في كرب أو يعاني من أمر ما في حياته، فالرؤية بشارة انتظر، ده الأيام اللي جاية هتكون أيام قادمة لك بالخير وبالرزق، وتحمل لك
بتوسيع أعمالك ونجاحك في صفقاتك وتوفقك في كل أمر ستقدم عليه، والأيام القادمة هتكون ليك خير وبركة ورزق قادم إليك بأمر الله تعالى، فهي رؤية طيبة بأمر الله تعالى. وهذا ما أردت أن أبينه لكم، وأخيرا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.